وصل. شكرا جزيلا لك. يعود اليك محمد الصادق. يعني الحديث عن المانيا، الحديث بالاحرى عن فرنسا والولايات المتحده والنفوذ في الجزائر. ماذا عن المانيا؟ طبعا المانيا والجدل الذي بدا بمشروعين، بمشروع ديزرتاك الذي عرقل وحول في النهايه كما قيل الى المغرب، الى الجار المغرب، حيث اصبح هناك اكبر مركز للطاقه الشمسيه، لتوليد الطاقه الشمسيه في العالم. هناك مشروع كذلك الذي عرقل، مشروع فولكس فاجن، وطبعا الشركات الفرنسيه هي التي كانت لها دائما الحظوه، ومشروع رونو مثلا سامبول نموذجا. تطور جديد في الموضوع الان، موضوع المسجد، مسجد بوتفليقه كما يوصف، مسجد الجزائر الاعظم، حصل عليه مكتب دراسات الماني هو الذي قام بالدراسه. الان الغيت الدراسه، اخذ المشروع من هذا المكتب، وهذا المكتب يدافع عن نفسه في موقع تسور الجيري. الصحافه الالمانيه كانت مصدومه من ديفيلت قبل شهرين على ما اذكر او اسابيع، قالت بانه مندهشه ان الجزائر تصرف هذه الاموال. الان المشروع الذي بدا بقيمته مليار مرشح مع التاخر الى ان يصل الى 3 مليارات او ربما اكثر دولار. دهشت ديفيلت ان الجزائر تصرف هذه الاموال وتستعين بالمهندسين الالمان، فيما الرئيس بوتفليقه يعالج في فرنسا. استاذ جمال، في الحقيقه تقاسم المناطق كانه انتم التهوا بالشمال والجنوب لنا، يعني هذا كذلك يشكل خطر كبير. مساله الطاقه الشمسيه التي الجزائر تستطيع ان تغذي العالم، مش فقط يعني اوروبا، تغذي العالم، يعني هذه المشاريع التي تعود بالنفع يعني هذا المشروع مشروع ديزرتاك. المانيا كانت طبعا تريد التخلص من النووي، وبدات التخلص وكانت تطمح بأن تكون الجزائر بمشروع ديزرتاك تمول كل أوروبا بالطاقة الكهربائية عبر توليد الطاقة الشمسية، لأن الجزائر في المنطقة الأكثر في جنوبها تعرضا للشمس في العالم. كل اوروبا في حقيقه. المانيا هذا المشروع طرح في اطار الاتحاد الاوروبي، لكن الممول الرئيسي له هو المانيا. يعني لكن المشكل الضغط الذي حدث من طرف فرنسا، تم تحويل المشروع. المغرب لم تقم الا بما ينفعها، يعني المغرب قامت بانجاز محطه نور 1 ونور 2 التي تقوم بالجزائر كذلك، يعني رغم انه المساحه ضيقه للساعات الشمسيه المتوفره لدى المغرب على عكس الجزائر، يعني حتى يقال انه 6000 ساعه شمسيه. بهذه الطريقه الغريب في الامر انه مثلا مساله فولكس فاجن لحد الان لم تناقش بشكل، وهي مساله الانتاج والتصدير. مساله لما يتكلموا على مصنع بيجو، كانت المغرب كذلك تعمل مصنع بيجو بقيمه مليار ويصدر كذلك، وتشغيل طاقه عامله تقدر فوق 20,000 شخص. يعني الغريب في الامر نحن ماذا نملك؟ وزير الصناعه هذا الذي يتحدث، الوزراء الباقي الذين يتحدثون، ما هي المشاريع التي انتجوها؟ خليك معنا محمد.